إليا توبوريا كان قاعد على الكرسي ما بين الجوله الرابعه والخامسه، ووشه بقى صعب يتعرف عليه، الدم حوالين عينه والتورم بيزيد، والنظره الثابته اللي كان بيواجه بيها كل خصومه اختفت. يا دوب قادر يفتح عينيه بالعافيه. قدامه 60 ثانيه ويرجع يكمل الدفاع عن حزامه، والمدربين حواليه بيتكلموا والدكتور بيراقبه، وجاستن جيجي في الركن الثاني واقف مستعد يدخل اخر 5 دقايق في الحرب. طول مسيرته توبوريا كان بيقول ان هي قبل ما تحصل قال ان هو هيوقف الجانوسكي ووقعه، وقال ان هو هيبقى اول واحد يعمل نوك اوت لماكس هولوي وعملها، وقال ان تشارلز اوليفيرا مش هيكمل معاه الجوله الاولى. وبعد دقايق بس من ماتش اوليفيرا كان واقع تحت رجليه. بس المره دي النهايه ما كانتش بتاعته. الكسندر اخوه اللي عاش معاه الرحله من اول يوم بص له وفهم ان مفيش جوله 5 جايه. نفس الاخ اللي عطل جزء من مشواره عشان إليا يوصل للحزام هو اللي اضطر يوقف الماتش عشان ينقذه من ضربات تانية زياده. على الناحيه التانية جاستن جيجي يعرف ان الحرب خلصت، السجل المثالي لتوبوريا اتكسر وحزامه انسحب منه، والراجل اللي بيتكلم كانه شايف المستقبل وصل لاول ليله المستقبل رافض يمشي على هوا. بس حجم اللي اتكسر على الكرسي ده ما يتفهمش من اخر 4 جولات لوحدهم. لازم نرجع لاول مره إليا توبوريا اتعلم فيها ان النجاه مش هديه، وان اللي عاوز يحافظ على حاجته لازم يقاتل عشانها. بس قبل ما نكمل الحكايه دي، لو انت مش مشترك لازم تنزل فورا تعمل اشتراك للقناه عشان نكمل سوا الحكايه دي. حكايه توبوريا بدات قبل ما يتولد اصلا. عيلته الجورجيه خرجت من ابخازيا وهي بتحاول تهرب من حرب خلت بيوت كتير فاضيه، وعائلات كامله تمشي من غير ما تعرف هترجع امتى وهترجع اصلا ولا لا. ابوه وامه وصلوا المانيا وهناك اتولد الكسندر وبعده إليا، وبعد كام سنه رجعوا جورجيا تاني لبلد الحرب ثابتها واقفه بالعافيه. الاقتصاد ضعيف والشوارع كلها متكسره والفرص قليله لدرجه ان الحلم نفسه محتاج مجهود عشان بس يفضل عايش. وفي وسط كل ده الاخوين لقوا المصارعه الرومانيه. قصاد المصارعه كان عالم اوضح كتير من الشارع، في خصم قدام منك وقواعد مفهومه، والنتيجه بتتحدد على قوتك وازاي تفرض جسمك وارادتك. المدربين شافوا فيهم الموهبه وبدا يظهر كلام عن مستقبل كتير مستنيه، لكن التدريب الحقيقي ما كانش بيخلص عند باب الجيم. في الشارع كان ممكن مجموعه ولاد توقفهم عشان بس ياخدوا منهم الكاب او الحزام او اي حاجه تعجبهم. إليا توبوريا والكسندر توبوريا ما كانوش بيعرفوا يسكتوا لو بس في حد قدر يتنمر عليهم. بعد ما كبروا إليا قال ان هو مش فخور بخناقات الشارع، بس التجربه عملت معاه حاجه جواه خلت المواجهه مجرد رد فعل طبيعي جواه، وخلت اخوه الشخص الوحيد بس اللي هو بيثق فيه لما كل حاجه حواليه تبقى مهدداه. الرابط ده هو نفسه اللي ظهر بعد سنين كتير في ركن البيض الابيض. قبل الليله دي بوقت طويل الاخوين دول سابوا جورجيا وراحوا يلحقوا اهاليهم في اسبانيا، وهناك حلم الاولمبياد اتقفل بس عشان باب اكبر يتفتح بالصدفه. إليا وصل اسبانيا وهو عنده حوالي 15 سنه، مش عارف اللغه ومش لاقي نادي يكمل فيه مصارع روماني بالشكل اللي اتعود عليه. فجاه بقى بعيد عن بلده ومدربينه، والحلم اللي عاش عشانه سنين ما عادش ليه مكان واضح. الطريق الجديد بدا من ودن مشوهه. والدته شافت اذن القرنبيط زي ما بنسميها عندنا في المصارعه عند واحد في الشارع، فسالته هو انت بتدرب فين؟ والراجل دلها بالصدفه عن جيم في الجيتسو ومارشال ارتس. إليا وقتها ما كانش فاهم يعني ايه MMA اصلا، وابوه قعد يوريه فيديوهات عن علي الجريسي بس عشان يقنع ابنه الصغير انه يدخل يجرب الرياضه دي. واول ما دخل الجيم حس ان اللعبه دي معموله عشانه هو. المصارعه اللي اتربى عليها موجوده ولكن حواليها مساحه اوسع كمان، يقدر يضرب يخنق يقلب الوضع ويغير كمان الخطه وهو جوه الماتش. بعد فتره إليا والكسندر راحوا لابوهم وقالوا له ان هم عاوزين يسيبوا المدرسه ويتفرغوا بس للتمرين. الغريب ان الاب وافق فورا، بس ما كانش اتفاق مريح. قال لهم اللي هيقول انا هتدرب طول اليوم لازم فعلا نشتغل طول اليوم. بقوا اول ناس يدخلوا الجيم واخر ناس يطلعوا منه. بقوا يتفرجوا على خوليو سيزار وكانيلو ويصوروا السبارينج ويرجعوا في البيت يشوفوا فين الغلط ويكرروا الحركه لحد ما الجسم يحفظها. من البدايه إليا ما كانش بيقول لنفسه ان هو هيبقى بطل، كان بيتكلم بصيغه محسومه هو هيبقى البطل. وقتها ما كانش في جمهور بيضحك على ثقته الزايده ولا في كاميرات بتسجل الوعود اللي هو بيقولها. كان في جيم صغير واخ واقف جنبه وطريق طويل محتاج فرص وفلوس مش موجوده. اسبانيا وقتها ما كانش سوق كبير للMMA، وبعد كام فوز بقى صعب يلاقي خصم يقدر يواجهه. إليا توبوريا فهم ان القعده وانتظار التليفون مش هتوصله لحاجه، كان لازم يسافر لمكان فيه عيون بتدور على المواهب. إليا توبوريا اختار ان هو يروح معسكر في السويد في اول ستارز جيم، الجيم اللي وقتها كان مرتبط باسماء كبيره زي الكسندر جوستافسون اللي كان خصم
للاسطوره جون جونز في ماتشين. المشكله ان الرحله والاقامه محتاجين فلوس، وهو ما كانش عايش حياه نجم ولا عنده سبونسر يدفع له. اشتغل كاشير ودرس جرابلينج واشتغل على البحر واشتغل امن حتى في الويك اند. جمع كل اللي يقدر عليه وسافر. هو ما كانش راح يتعلم بس، كان راح يخلي حد بس يشوفه. بعد اول تمرين تقريبا واحد من الموجودين ساله انت عندك مدير اعمال؟ ودي كانت اللحظه اللي هو سافر عشانها. بعدها بدات النزالات الدوليه وظهر الاساس اللي بناه من المصارعه والجيجيتسو. مش عاوزك تتفاجئ، بس في اول مشواره الاحترافي إيليا توبوريا ما كانش بيكسب الضربه القاضيه زي ما احنا متعودين، كان بيكسب بالاخضاع. الناس كانت شايفاه لاعب مصارعه وجيتسو تقيل بيحدف خصمه على الارض ويقفل الماتش من هناك. لكن إيليا توبوريا واخوه كانوا بيشتغلوا في السر على اسلوب معين هينقل تاريخهم كله اللي جاي بالكامل. إيليا توبوريا بدأ البوكس متأخر نسبيا وهو عنده حوالي 17 سنة. بدل ما يعتمد على اللي هو أصلا شاطر فيه زي المصارعة أو الجيتسو، ركز على الحاجة اللي ممكن تكشفه لما يوصل لأعلى مستوى. مع الوقت إيده ما كانتش مجرد وسيلة تقربه من المصارعة، بقى السلاح اللي هيخلي أشهر ضؤون في الرياضة تقع قدامه. وفجأة اليو اف سي أخيرا شافته، ولكن التليفون اللي استناه طول عمره جاله في توقيت أي حد عاقل كان ممكن يرفضه. في اكتوبر 2020 العالم كان لسه عايش وسط كورونا، وتوبوريا نفسه كان لسه خارج من اصابته بالفيروس ده. الغريب ان اليو اف سي كلمته وعرضت عليه ماتش ضد الشيطان الاحمر المغربي يوسف زلال. خلال كام يوم جايين كان محتاج يعمل فحوصات ويطلع لسه ورق السفر، ولسه هيروح ابو ظبي وهينزل وزن كبير من غير معسكر كامل. الظروف كلها كانت ضده بتقول له استنى، في فرصة أحسن. لكن بالنسبة له هو دي الفرصة اللي كان مستنيها من وهو طفل. ما كانش مستعد إن هو يقول لها بعدين. دخل الماتش وهو بعيد عن أفضل نسخة منه. رمى يوسف زلال أكتر من مرة وضغط عليه، حاول يخلصه أكتر من مرة على الأرض. لكن المجهود ونقص التحضير ظهروا مع الوقت، والماتش ساعتها وصل لقرار الحكام. توبوريا كسب، لكن ما خرجش بالصورة اللي يخلي العالم كله يعترف بيه. الماتش الأول قال ان في مقاتل موهوب وصل يو اف سي، بس المنتوشه اللي بعد كده قالت ان الموهبه دي اخطر بكتير من الناس فاكراها. قدام خصمه دايمون جاكسون بدا يشتغل على الجسم لحد ما الحراس ما نزلوا. بعدها خبط على البوابه وانهى النزال. وبعدها جه راين هول صاحب الاسلوب الغريب اللي مقاتلين كتير كانوا بيتجنبوه. راين هول كان يرمي نفسه على الارض ويدور على الرجل مستني خصمه ويدخل المصيده. لكن إيليا توبوريا ما اندفعش، فك كل المحاولات واختار اللحظة المناسبة. ضربه لحد ما الحكم نفسه اتدخل. الناس بدأت تفهم ان المصارع القديم عنده بوكس يخلي فكرة انك تقرب منه فيها مخاطرة. لكن الصورة دي كانت هتتكسر تقريبا في لندن قدام مقاتل اكبر واطول اسمه جاي هيربرت. في الماتش ده بالاخص حصل اشهر مشهد لإيليا توبوريا. لأول مرة إيليا توبوريا يقع نوك داون بهيد كيك شمال كانت ممكن ضيقتي كلها على المسيره من قبل ما تبدا. الجمهور ساعتها مبقاش قاعد على بعضه للحظه، كل كلامه عن البطوله وعن الرياضه اختفى، وبان فرق الحجم الحقيقي ما بين مقاتل الريشه اللي طالع الوزن الخفيف وخصم اطول منه بفرق كبير جدا. هيربرت اندفع عشان يخلص الماتش، لكن توبوريا مسك رجله وكسب بس ثواني عشان يعرف يرجع فيها وعيه. قام وكمل الجوله، ولما رجع بعد الراحه ما كانش شكله زي واحد هرب من النهايه، كان اهدى وارسى بكتير. بدا يتحرك تحت الضربات الطويله، يقرب المسافه ويستنى غلطه واحده بس من هيربرت. وفعلا هيربرت مت الجاب وتوبوريا عدى من جنبها، وبعدها خرجت التركيبه العجيبه يمين شمال ويمين اخرها خلت هيربرت يفقد الوعي قبل ما جسمه نفسه يلمس الارض. الماتش ده بالذات بنى اهم جزء في شخصيه توبوريا. حتى لو وصلت له بافضل ضربه عندك ما تضمنش ان هو ممكن يتكسر، ممكن يقوم ويعيد حساباته وبعدها هيعاقبك عشان انت صدقت بس انك كنت قريب. قدام برايس ميتشل الصوره كبرت اكتر. ميتشل داخل باعتباره مصارع ولاعب جوجيتسو قوي جدا، لكن إيليا توبوريا ضربه على الواقف وبعدين يخضعه على الارض بالسلاح اللي المفروض دي ميزه خصمه. بعدها يجي جوش ايمت، اول اختبار ل5 جولات قدام راجل عنده ضربه ممكن تنهي اي حد. توبوريا ما دخلش يعمل خناقه قوه، اشتغل بالجبهات والزوايا وضربات الرجل وفضل يراكم الضرر لحد ما وش ايمت اتغير كله. وبعد 5 جولات بس ما عادش في كلام عن موهبه واحده. تم إيليا توبوريا كان في اسم واحد، ملك وزن الريشه نفسه، ألكسندر فولكانوفسكي.
قبل نزال فولكانوفسكي، إيليا توبوريا غير البايو عنده وكتب انه بقى بطل اليو اف سي وسجله 15-0. وقتها اصلا كان لسه 14-0. بحب اقول لك ان الحزام كان مع واحد من اعظم المقاتلين في تاريخ الريشه. الناس شافت اللي عمله ده غرور واستفزاز. يكفي بس اقول لك ان فولكانوفسكي هزم ماكس هولوي 3 مرات ودافع عن اللقب سنين، ووصل لمستوى خلى خصومه كلهم يدخلوا قدامه وهم محتاجين ليله كامله من غير غلطه واحده. إيليا توبوريا ما تراجعش عن اللي كاتبه، وهو ما كانش مستني الجمهور اصلا يقتنع باللي كاتبه، كان مستني باب القفص يتقفل عليه هو وفولكانوفسكي. الجوله الاولى كانت محسوبه، فولكانوفسكي يتحرك ويبدل وقفته، يضرب بالرجل ويحاول يخلي الشاب المستفز يفقد صبره. إيليا توبوريا يرجع للركن، اخوه الكسندر قال له راقب الجاب كويس لان ايد فولكانوفسكي بتنزل بعدها. وفي الجوله الثانيه الثغره ظهرت، إيليا توبوريا ضغط وناحيه القفص وبدا بالتركيبه النظاميه جدا بتاعته، شمال في يمين، واليمين اللي بعدها توصل لدقن فولكانوفسكي ويقع على الارض. 5 سنين من السيطره بتخلص في ثانيه واحده بس. كل حاجه كتبها توبوريا بقت حقيقه، والسجل بقى 15-0 فعلا زي ما كتب، والحزام بيتحط حوالين وسطه. والناس اللي كانت مستنيه الدرس في التواضع شافت بدايه عصر جديد. بعدها ظهر اسم عنده حاجه فولكانوفسكي نفسه ما قدرش ياخدها منه، الاسطوره ماكس هولوي. دخل عشرات المطوشه واتضرب من اخطر الناس ومحدش عرف يطفيه، بس إيليا توبوريا قال انه هيكون اول واحد يوقعه. قبل مواجهة توبوريا بشهور، ماكس هولوي واقف قدام جاستن جيجي في آخر 10 ثواني من يو اف سي 300. ماكس هولوي عمل الحركة المشهور بيها، آخر 10 ثواني بيدعو الخصم لتبادل لكمات مفتوح، وجاستن جيجي وافق. بام بام طخ طخ، ماكس هولوي وصل يمين توقع جاستن جيجي في اخر ثواني من الماتش. اللقطه رجعت لماكس هولوي هيبته كامله، الراجل اللي عمره ما اتعمل له نوك اوت بقى صاحب واحده من اشهر الضربات القاضيه في اليو اف سي. وبعدها طلع يواجه إيليا توبوريا على حزام الريشه. إيليا توبوريا ما اكتفاش وقال ان هو هيكسب بس، ده اعلن ان هو هيكون اول واحد هيوقف ماكس هولوي بالقضيه. وبعد ما اخيرا الاتنين اتقابلوا في ماتش واحد، إيليا توبوريا في اول ثانيه من الماتش يعزم ماكس هولوي على شرابه المفضل، دخول لكمات مفتوح. بس الفكره هنا انه من اول ثانيه في الماتش، مش زي ماكس هولوي بيعملها في اخر 10 ثواني في اخر جوله. الفكره ان ماكس رفض وقال يلا نكمل الماتش، وهنا يجي الصدمه. في اول جولتين من الماتش ماكس هولوي حاول يتحرك ويضرب من بره، وحاول يخلي إيليا توبوريا يطارده وسط حجم الضربات الكبير ده، لكن إيليا توبوريا اشتغل المره دي على الرجل واختبر المسافه ما بينه وما بينه، وكل مره كان يقرب شويه من المكان اللي يقدر يضرب منه بقوته كامله. وجت الجوله الثالثه، اليمين حركت ماكس هولوي من مكانه، وبعدها الشمال توصل لدقن ويقع ماكس هولوي. لاول مره في مشواره الحكم يضطر انه يتدخل عشان ينقذه من الضرب. إيليا توبوريا ما دفعش عن الحزام بس، هو اخد من هولوي حته من صورته اللي فضل سنين من غير ما حد يجرؤ يقرب لها. رمى ورده في نص القفص زي الميتادور اللي بيحيي الطور بعد نهايه المواجهه. ومن الليله دي تصريحات إيليا توبوريا ما كانتش مجرد كلام دعايه، كل مره يقول النهايه كانت بتيجي قريبه جدا من وصفه. وبدل ما يستقر فوق عرش الريشه قرر يسيب الحزام ويطلع للوزن الخفيف. وخلينا متفقين ان الميزان ده بالذات من اقوى الموازين في اليو اف سي، وهناك كان مستنيه واحد من اخطر الفينيشرز في تاريخ الرياضه كلها، تشارلز أوليفيرا. تشارلز أوليفيرا بنى مشواره كله على انه يحول الكارثه لانتصار، يقع ويرجع، يتصاب يرجع اخطر من الاول. ولو دخلت معاه على الارض من غير حساب ممكن تلاقي رقبتك اتقفلت قبل ما تفهم الوضع اتغير امتى. إيليا توبوريا قال ان هو هيخلص عليه من الجوله الاولى. أوليفيرا دخل متقدم، حاول يستغل الطول والركب والكلينش، ووصلوا لاشتباك ارضي قصير. بس إيليا توبوريا ما غرقش نفسه في لعبه تشارلز، رجع النزال واقف، استنى المسافه تقفل، وبعدها خرجت ايده شمال في يمين، الشمال كملتها، وأوليفيرا يقع فاقد السيطره عن جسمه. بعد دقيقتين و27 ثانيه إيليا توبوريا يبقى بطل الوزن الخفيف، والسجل يكمل 17-0.
في 3 ماتشات ورا بعض وقع فولكانوسكي وهولوواي واوليفيرا بالضربه القاضيه. المصارع الصغير اللي بدأ في جورجيا شايل تاريخ وزن كامل على كتفه، وبيتكلم عن اسلام مخاشيف واللقب ثالث ومكان وسط اعظم المقاتلين. بره القفص حياته دخلت في فتره هدوء وتاخير، ولما رجع كان جاستن جيجي مسك الحسام المؤقت ومستنيه في اكبر مسرح ممكن، حدث تاريخي على ارض البيت الابيض. ناس كتير شافت جيجي خطوه مناسبه قبل السوبر فايت، سنه اكبر، اتضرب كتير، وتاريخه مليان حروب اخذت من جسمه كتير، لكنهم نسوا تقريبا ان الراجل ده اسمه ذا هايلايتس، لانه ما بيدخلش يكمل سيناريو حد، هو بيدخل عشان يبوظه. اللي الناس تقريبا ما تعرفوش عن جاستن جيجي ان هو ملك الفوضى، هو شخص بيعرف يضرب بفوضى وعشوائيه، بس الاختلاف انها فوضى منظمه جدا وعشوائيه محسوبه بالشعره، وكانت دي المشكله في الماتش. من اول دقيقه كان واضح للكل ان الماتش مش هيمشي على مزاج توبوريا. بدا بالجبات، دخل كلينش وطلع ابر كات قصيره. إليا توبوريا ردت ضربات تقيله على الجسم والراس، لكن عينه اليمين اتقفلت بدري. توبوريا نفسه قال بعد الماتش ان الرؤيه راحت من عينه اليمين من الجوله الاولى، وفي اخر الجوله الثانيه العين الشمال اتاثرت هي كمان، ومع ذلك في الجوله الثانيه كان قريب جدا ان هو يخلص كل حاجه. ضربه جسم وجعت جيجي جدا وخلته يتراجع. إليا ضغط ووقعه لدرجه ان هو قعد فوقيه، حاول يخلص الماتش. جيجي كان محاصر في اسوأ دقيقه ممكنه، لو الجولة كملت ثواني زيادة يمكن الحكاية كلها كانت اتكتبت بالشكل اللي توبوريا متعود عليه. لكن هنا الجرس أنقذ جاستن جيجي. لما الجولة الثالثة بدأت المشهد اتغير 180 درجة. إليا توبوريا صرف طاقة كبيرة جدا وهو بيطارد الفينش بتاع الماتش، والرؤية عنده بقت مشكلة حقيقية بالنسبة له. جاستن جيجي يرجع للجاب تاني وبدأ يسيب اليمين من غير ما يسيب له فرصة واحدة انه يرجع لنفسه. يتفاجئ إليا توبوريا ان الماتش بيروح منه. ماتش بيلعب بفوضى منظمه. كل ما إليا توبوريا يحاول يفرض اسلوبه المنظم على جاستن جيجي، جاستن جيجي يقابله بالفوضى المنظمه. ودي كانت المعركه، معركه واحد بيحاول يلعب بستايل كلاسيكي منظم، واحد بيلعب بفوضى بس محسوبه بالارقام. إليا توبوريا يلبس يمين تقيله توقعه، قام لكن ما بقاش قادر يخفي الضرر اللي حصل له. كل تبادل لكمات بقى اصعب من الاول، كل ضربه كانت بتوصل من مكان هو مش شايفه كويس. والدكتور دخل يبص على إليا توبوريا، وإليا توبوريا مصمم ان هو هيكمل. هو قضى عمره كله بيتعامل مع التراجع كانه اوبشن مش موجود اصلا، وخرج للجوله الرابعه. لكن المره دي العين لوحده مش كفايه. جاستن جيجي دخل الجوله الرابعه وهو شايف راجل منتهي امامه وما ادالوش حتى وقت يرتاح. وصل للجاب اليمين، دخلت بعدها الابر كات طلعت من منطقه غير محسوبه. كل مره إليا توبوريا يحاول يرد، جاستن جيجي يرد عليه بضربه توجعه اكتر من الاول. إليا توبوريا على فكره نجح في اسقاطه ووصل ان هو يكون فوق لحظات، بس جاستن جيجي بيعرف يرجع يقف تاني. الراجل المعروف في الفوضى ظهر منظم وصبور، وفضل يشتغل على نفس الاماكن لحد ما وش توبوريا اختفى تحت الدم والتورم. اخر ثانيه من الجوله جاستن جيجي يضرب ركبه قويه جدا في الجسم. إليا توبوريا يرجع للركن بتاعه بخطوات تقيله. ما بقاش في بطل واقف بيعلن النهايه زي كل مره، بقى في مقاتل الرؤيه عنده شبه معدومه بيحاول يقنع جسمه يكمل 5 دقايق بس كمان. الكسندر شاف اخوه وعرف ان الحزام والسجل كل الكلام ده ما يسواش ضربه زياده، وطلب انه يوقف الماتش. وجاستن جيجي يبقى بطل الوزن الخفيف بلا منازع، وإليا توبوريا يخسر لاول مره في مسيرته. ما كانش لقطه سريعه تسيب مساحه للكلام عن ضربه حظ. جاستن نجا من اسوأ لحظه، وبعدها رجع وكسر خصمه بالتدريج لحد ما الركن نفسه قال كفايه. الخصم اللي ناس كتير اعتبرته مجرد محطه في الطريق الاسلام بقى الراجل اللي وقف الطريق كله. بعد ساعات إليا توبوريا قال كلام مختلف على كل اللي هو قاله قبل كده. لاول مره ما كانش بيتنبأ بالمستقبل، هو كان بيحاول يفهم اللي حصل. توبوريا ما قدمش اعذار، هو قال ان المعسكر كان من احسن المعسكرات اللي عملها وانه دخل الماتش جاهز. بس الليله دي كانت ليله جاستن جيجي. اعترف ان جاستن جيجي نفذ وعده وساب علامه على وشه، وقال ان الرؤيه اختفت من العين اليمين بدري وحصلتها العين الثانيه بقت مشوشه. ورغم كده ما اتكلمش عن سوء حظ ولا اصابه قديمه ولا جاب حتى لعيب على الحكام. الكلام كان هادي خالص، لكنه جاي مكان جديد عليه. طول عمره كان بيتكلم من فوق، النتيجه جايه قبل ما تحصل. بعد جاستن اضطر يتكلم من تحت. الانتصار كان جزء من شخصيته، والسجل الكلين شيت كان الرد الجاهز على اي حد يقول انه مغرور. كل مره يجي يعلن انه الافضل كانت النتيجه القديمه واقفه وراه، والنتيجه الجديده تيجي تثبتها.
دلوقتي في ليله واحده واقفه في وش كل ده. جاستن جيتجي ما خدش الحزام بس، هو اخد من توبوريا الاحساس اللي كان عايش معاه من اول يوم دخل فيه جيم، ان كل حاجه يشوفها في خياله لازم تحصل في الحقيقه تاني يوم. إيليا وعد انه يرتاح ويعالج اصابته ويرجع اقوى، وانه حكايته مع جاستن جيتجي لسه ما خلصتش. قبل الماتش واحد زي ده كان هيتعامل معاه كانه نبوءه جديده، بعد الماتش بقى محتاج يبني الثقه دي من اول وجديد. وفي النهايه إيليا توبوريا خرج من عيله هربت من الحرب وتربى بين بلدين، بدأ المصارعه من جورجيا وبعدين لقى MMA بالصدفه في اسبانيا، واشتغل بس عشان يعرف يسافر، واتدرب في جيم ما كانش مليان ابطال عالم، وحول نفسه من مصارع معروف بالاخضاع واحد من انظف واخطر الملاكمين في UFC، لدرجه ان الناس كانت بتشبهه بكانيلو الفاريز MMA. وقع فولكانوسكي وعمل لماكس هولوي نوك اوت لاول مره، واوليفيرا فعلا ما كملش قدام منه الجوله الاولى، وكل ليله من دول بنت جزء من اسطوره الراجل اللي كان شايف النهايه من قبل ما تحصل. جاستن جيتجي ما مسحش الانجازات دي كلها، ولكن ساب علامه جديده مش هتختفي طول عمرها. إيليا توبوريا على الكرسي وعينيه مقفولين واخوه بيمنعه يطلع للجوله الخامسه. الصوره دي ما قالتش ان إيليا توبوريا كان مزيف، هو كان قريب من انهاء جاستن جيتجي في الجوله الثانيه على فكره، وكمل الماتش وهو شايف كويس. بس الصوره دي اثبتت فعلا ان القوه اللي ظهرت بلا حدود ليها برضو اخر، وان الثقه مهما كانت برضو حقيقيه ما تمنعش الجسم من الانهيار. قبل جاستن جيتجي رحله توبوريا كانت عن راجل رافض يصدق ان في اي حاجه مستحيل، بس بعد جاستن جيتجي الرحله دي بقت اصعب. لازم يعيش وهو عارف ان النهايه ممكن تخونه، وان الخصم ممكن يكمل بعد افضل ضربه ليه، وانه ممكن عادي جدا يصحى تاني يوم من غير الحزام ومن غير الصفر اللي حماه سنين. المره الجايه إيليا توبوريا مش محتاج يقول ان هو عارف النهايه، هو محتاج يدخل قفص وهو شاكك انها ممكن تمشي ضده، ورغم كده هيكمل الماتش. ساعتها بس هنعرف اذا كانت هزيمه جيتجي كسرت النبوءه دي، ولا صنعت نسخه من إيليا توبوريا اخطر من البطل اللي ما كانش عارف طعم الخساره. انا يحيى عرفه، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ما تنساش تسيب كومنت عن بطلك المفضل عشان نتكلم عليه المره الجايه. اشوفكم الحلقه الجايه على خير.